لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، النسخة اللي احنا فتحناها من سنة تمام ولحد الآن لسه شغالة معاك برقمك المحظور بدون ربط الجهاز، تقدر تحدث واتساب جي بي بطريقة سهلة وبسيطة. واتساب جي بي ده تم حل فيه مشكلة انهيار المنصة السفلية تمام لشاشة المحادثة. تمام، يعني لو انت كنت بتفتح واتساب ذهبي واتساب جي بي وكان بيجي لك انهيار في الشاشة السفلية تمام أو شاشة المحادثة للمنصة السفلية تمام، كان بيجي لك فيها انهيار، فالنسخة دي تم حل المشكلة فيها. تمام، كل اللي أنا عايزه منك هتمسك الموبايل بتاعك وتدخل على المتجر بلاي تمام اهوت، وتبدا تبحث عن تطبيق زي ارشيف عشان بنحتاجه في فك الضغط. اول ما تثبت تطبيق زي ارشيف هتدخل على التليجرام. رابط قناة التليجرام في وصف الفيديو، رابط قناة التليجرام في وصف الفيديو. بكرر كلامي تاني وبوضح بطريقة سهلة، لأن في ناس بتيجي تقول لي احنا حطينا الرقم بتاعنا والرقم ما اشتغلش، قال لك لابد من استخدام واتساب رسمي، والناس تيجي تقول لي انت كذاب حطينا الرقم بتاعنا. انا بكرر كلامي اهو، لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بدون ربط الجهاز بنفس رقمك المحظور فاتحها من سنة فاتت ولحد الآن شغالة معاك، ده تحديث ليها. اما لو انت لسه جديد خالص وثبتت النسخة عندك وحطيت رقمك المحظور، مش هيشتغل معاك ويقول لك لابد من استخدام واتساب رسمي عشان النسخة ديت بقتش بتشتغل بالرقم المحظور. ممكن تشتغل معاك بربط الجهاز، يعني ممكن تربطها تشتغل معاك بالربط عادي. تمام، طيب بكرر كلامي تاني اهو، النسخة دي للناس اللي فاتحة النسخة المدمجة بدون ربط بنفس رقمها المحظور تمام، ده التحديث ليها. النسخة اللي هي مفتوحة من سنة معاهم ولحد الآن ما سجلتش خروج. تمام، بكرر كلامي اهو، شوف انا عمال اكرر كلامي قد ايه عشان ما فيش حد يجي في التعليقات يقول لي انت بتكذب، انت مش عارف ايه، حطيت الرقم بتاعي ما اشتغلش. ما هو الرقم ده مش ليك، انا كاتب في العنوان تحديث واتساب مثلا جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور. تمام، ده تحديث، يعني تحديث الناس اللي فاتحه النسخه المدمجه بنفس رقم المحظور بدون ربط الجهاز عشان تحدث بيها. تمام، عشان بس نكون صريحين كده ونكون فاهمانين. تمام، النسخه دي لو حطيت رقمك مش هيشتغل، دي تحديث الناس اللي فاتحه الرقم بتاع المحظور بدون ربط الجهاز من سنه. شفت انا كررت الكلمه كم مره؟ انا دخلت في 5 6 مرات اهو تكرير عشان ما تجيش تتعبني وتقول كلام. طالما انت مش فاهم اتفرج على الفيديو وافهم مضمون الفيديو وبعد كده بقى تعالى اسالني. طيب، دخلنا هنا على قناة التليجرام، رابط قناة التليجرام في وصف الفيديو. تمام، تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور هنضغط عليه. تمام، هيظهر معايا ايقونتين لتطبيق زي ارشيف. عندك الايقونه اللي فيها انجليزي وعربي، دي لو ضغطت عليها هيقول لك الارشيف تالف. تمام، فاحنا نضغط على ايه؟ نضغط على الايقونه اللي فيها انجليزي فقط اهي، ضغطنا عليها. تمام، هنا تحديث واتساب جي بي بدون ربط بنفس رقمك المحظور هنضغط عليها. تمام، هنا جي بي واتساب هنضغط عليه. هنا تثبيت. تمام، كلمه المرور هتكون جي بي، يعني كلمة المرور هتكون جي بي كابيتال، جي بي كابيتال زي ما هي ظاهرة قدامك اهو، هتكتبها جي بي كابيتال. بكرر كلامي تاني اهو، هتكتب كلمة المرور جي بي كابيتال. تمام، عشان يبدأ يفك معاك النسخة زي ما مكتوبة كده، اكتبها جي بي كابيتال مش صمول. تمام، هتبدأ تقول حسنا، هيبدأ يستخرج معاك النسخة عادي مفيش أي مشكلة. تمام، هقول أداة تثبيت الحزم. تمام، هقول له هنا جي بي واتساب هل تريد تحديث هذا التطبيق؟ هتقول له تحديث. هيبدأ يحدث معاك النسخة عادي مفيش أي مشكلة. تمام أهو، هنا أهو تم تثبيت التطبيق. تمام، هقول له تم. هطلع أروح بقى على النسخة بتاعتي أهيت، أضغط عليها هتبدأ تظهر معايا بالشكل ده. تمام، هنضغط على ال3 نقاط، هنجيب إضافات جي بي. تمام، هنيجي عند شاشة المحادثة، عند ستايل المنصة السفلية في شاشة المحادثة، ستايل المنصة السفلية نضغط عليه. الأول كان بيشتغل معاك على ستوك بس. تمام، إنما دلوقتي بيبدأ يشتغل معاك على أي حاجة من دول. يعني أنا مثلا لو حددت وليكن على ار سي كده، تمام، أهو زي ما أنتم شايفين أهو، حدينا أهو على ار سي. تمام، زي ما أنتم شايفين أهو تليجرام. هنطلع كده، هندخل على شاشة المحادثة دلوقتي أهي. تمام، هيبدأ يقول لك ايه؟
مفيش انهيار. لو كان بيجي انهيار لما بتغير الكلام ده بيجي لك انهيار، انما دلوقتي تقدر تغير عادي، مفيش اي مشكله، المنصه السفليه متغيره معاك اهي. تمام. بس كده. اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.